كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض الحلبة المزرعة في قراطيس. وهقول لكم ازاي لو عايزين تعملوها من غير قراطيس هتبقى حلوة جدا، وفي 3 ايام بس هتعملوها وهتطلع ناجحة معاكم ان شاء الله. اول حاجة هنعملها هنجيب الحلبة وهننقيها كويس قوي. خلي بالكم من هننقيها كويس قوي دي، لان في حاجات بتبقى شبه الحلبة موجودة بس مش حلبة، فلازم تتنقى حلوة جدا جدا. دي اهم حاجة. يعني انا هوريكم الحاجة اللي في الحلبة عشان تخلي بالكم وانتوا بتنقوها بتبقى عاملة ازاي. معلش الاضاءة بس مش مظبوطة شوية. بصوا الحاجة في كتير منها شبه الحلبة بس بتبقى ناشفة كده وغامقة، دي ما تبقاش حلبة. تمام. تاني حاجة بقى، بعد ما هننقيها كويس هنحطها في طبق وهننقعها لتاني يوم الصبح او من الصبح بالليل. يعني بص انا كده نقعاها من بالليل وعملتها الصبح او العكس. المفروض ان انتي تسيبيها فترة طويلة جدا منقوعة، يعني مش اقل من 8 ساعات. تمام. دلوقتي هننقعها زي ما قلت لكم، وهجيلكوا تاني بعد ما تتنقع هتشوفوا شكلها بقى عامل ازاي. بصوا بقى، انا طبعا الصبح تاني يوم بصوا عملت ازاي، زادت لونها فتح، بقت حلوة جدا. دلوقتي بقى هنغسلها كويس جدا في مصفى، هنغسلها كويس قوي في مصفى تكون عيونها ضيقة. وهكمل معاكم الفيديو واقول لكم هنعمل ايه، بس بعد ما كلكم تعملوا لايك. ما تنسوش اللايك، انتم مقصرين جدا معايا في اللايك، تنسوش اللايك. وهقول لكم دلوقتي بعد ما اغسلها واجي الخطوات ايه بالظبط. ودلوقتي بعد ما غسلتها وصفيتها حلو قوي، احنا هنحتاج طبق مصفى وتحتيها طبق مصفى وتحتيها طبق. انا طبعا هعملها في قراطيس، انا حابه ان انا اعملها في قراطيس زي والدتي الله يرحمها. زي ما انتوا شفتوا كده، انا عاملاها في ورقه واحده بس. بتعمليها القرطاس وبتحطي فيها معلقتين حلبه بس بالعدد وتقفلي عليها. تمام. انتي لو ما عندكيش خبره او اول مره تعمليها اعمليها في ورقتين، يعني خلي الورقه مجوز تمام عشان تستحمل معاكي تحركيها. يفضل ان انتي تحطيها في مصفى كبيره وترصي رصه واحده بس، ما تحطيش واحده فوق واحده. لو انتي ما عندكيش مساحه هتضطري ان انتي تقلبي بعد كده، اللي تحت تجيبيه فوق واللي فوق تجيبيه تحت. اوكي. زي ما انتوا شايفين كده انا بحط في كل قرطاس معلقتين بس. دلوقتي لو انت مش حابه تعملي قرطاس وعايزه تعمليه في مصفى بس، هتجيبي مصفى عيونها ضيقه كبيره وتعملي طبقه زي سنتي كده من الحلبة عليها، وهتعملي بعد كده نفس الخطوات بالظبط. بصوا انا عملتها وحطيتها، بليت الفوطه وحطيتها عليها. الفوطه نص بله، وطبعا المصفى بتنقط الميه، لو في اي زياده بتنقط منها. المهم ان انتي كل ما تلاقي ان الفوطه دي نشفت او الحته اللي انتي حطاها عليها نشفت، لازم ترشي كده عليها ميه من وقت للتاني. انتي بتبيتيها ليله بس بره، تاني ليله بتحطيها في التلاجة، لان طبعا الجو حر. لو الجو حر عندك مش هتستحمل، لكن لو الجو بارد وحلو خليها بره تمام عشان ما تعفنش منك. انا سبتها ليله بره، وطبعا من وقت للتاني ببص عليها وبرشرش وبقلب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. لو انت عندك يعني مصفى واسعه هتحطيها طبقه واحده فمش هتضطري ان انت تقلبي. شفتوا الجمال؟ على فكره دي تالت يوم، يعني تالت يوم بالنقع بكله. الحلبه بتزرع كده، ومن اول لحظه من اول ساعتين بتزرع، وكانت طعمها ما شاء الله تحفه وجميله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك، وكل سنه وانتم طيبين. باي باي.